مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. بهذه المشاهد المتكررة يوميا في شوارعنا نبدأ وإياكم أحداث هذه الحلقة. أجهزة الصراف الآلي تقدم خدمات جليلة إيجابية، ولكن في خضم هذا الجو الحضاري ثمة طائفة من ضعاف النفوس يتسللون ويحتالون ليأكلوا أموال الناس بالباطل. ما هي أساليب هذه العصابات وكيف كانت نهايتهم؟ دعونا نتابع وإياكم أحداث هذه الحلقة. اسمعني، ابيك مثل الذيب تروح لا من سحب الفلوس تجرف الفلوس تجيبها. دندن ذيب كفو ذيبان. حول أحد البنوك بدأت قصة هذين الشابين، أعمارهما في العشرينات، اجتمعا على ممارسة السرقة والنشل. اسمع، اي واحد يطلع من البنك انا ابى احاول اشغله وانت شوف شغلك، اسحب منه الفلوس، فهمت؟ ان شاء الله بتمشي يا اخوي، لا تكون خواف. وفي مشهد آخر لا يزال الشقيان في الشر يسعيان. أخذ الشابان برصد ومراقبة الغافلين قبل فتح بوابة البنك ليقوما بجريمة النشل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك طال عمرك؟ خير الله يسلمك. اخوي ممكن اعرف متى يفتح البنك؟ الساعة 9:30 ان شاء الله. سلامات. بطني سلامات يا رجل. فيك سلامات. بطني بشوي. اوديك المستشفى؟ لا عندي حبوب اخذها في السيارة. ان شاء الله تمام. الامور تمام؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله. سلامات. بروح اخذ حبوبي في السيارة. موفق ان شاء الله، موفق. لا حول ولا قوة الا بالله، ما تشوف شر. ايش في؟ سلامات. والله ما ادري متى يفتح البنك. الساعة 9:30 ان شاء الله. لا شكله متأخر. يلا سلام عليكم. موفق ان شاء الله، حياك الله، اهلا وسهلا. يا اخي والله ما انت بصاحي، مغص في البطن. جاب لنا 10,000. هذا هو مغص. لو قلت راسي ابى اجيب لك ملايين. يسلم راسك حبيبي، لكن والله طريقة جدا رايقة. هي رايقة، بس لازم نشوف لنا طريقة ثانية. بدأت الأحداث بورود عدة بلاغات للشرطة عن وقوع عدد من جرائم النشل قرب بعض البنوك والمصارف، وكان الجناة ينتهزون تجمع العملاء عند بوابة البنك قبل الافتتاح للقيام بعمليات نشل تقليدية للمواطنين وما بحوزتهم من أموال. تم ضبط إفادة المبلغين وإحالة الموضوع لفرق التحريات والبحث الجنائي لدراسة وتحليل الأسلوب الإجرامي واتخاذ كافة التدابير اللازمة للوصول إلى الجناة. مضى الشابان في طريق الغواية يلتمسان كل طريقة خفية لأكل المال الحرام ولو بنشل الأبرياء من الضعفاء وكبار السن عند أجهزة الصراف. والله يا هو سريع. والله انك ذيب. الموتر محتمي طفى يا ولد. اقسم بالله بقصيدني يا ولد. بس والله انك بطل وذيب، ما شاء الله عليك. عجبك. شوف يا حبيبي، الله بطايق. شوف. ايش بالك طالعني كذا؟ وين الارقام السرية يا ذكي؟ يا غبي، هذا رقم سري. اي والله رقم سري. يخرب شيطانك. واللي ما لها رقم سري حلها عندي وانا ابو هندي. ذيب والذئاب قليل. خلك بس اسمع كلامي وامورك طيبه. جيب البطاقه بس، جيب. مشينا. روح حبيبي. يعني ما فقدتك. كفو.
يا اخوي امش. لا حول الله يا اخوي، دام ما لقينا الرقم السري وش بستفيد منها ذي؟ يا اخوي انا بفهمك، ما يحتاج رقم سري، انا بفهمك الطريقه وبراقبك من بعيد، بس خليك كفو وخليك ذيبان. والله ما ادري عنك، عطني. امش بس امش. وفي جريمة شنيعة أخرى كان الشابان يتخذان من التحايل على الضعفاء وكبار السن طريقا للربح والتكسب. السلام عليكم. عليكم السلام. اساعدك اخوي؟ الله يعافيك. لا والله شكرا. ليس الناس للناس يا اخوي. معلش بتعبك معي، الله يعافيك. كم الرقم السري؟ 4 5 3 2. 4 5 3 2. نعم. 4 5 3 2. نعم. كم اسحب لك؟ الله 4000 4000. طيب. كم 4000 ها؟ نعم نعم مشكور. طيب. سلام، هذه 4000 مشكور. تأكد منها وادعي لنا بس. الله يعافيك. سلام. الله يجزاك. ادعي لنا بس، ادعي الله لنا. يعافيك حبيبي، شكرا. يلا شكرا حبيبي. وردت بلاغات أخرى تتعلق بأسلوب جديد لم يكن يخفى على أجهزة الأمن، وهذا الأسلوب يتمثل في الاحتيال على بعض بسطاء الناس أو كبار السن بسرقة بطاقات الصراف واستبدالها ببطاقات مشابهة لها، ومن ثم يقوم السارق باستخدام البطاقة المسروقة وسحب مبالغ نقدية أو الدفع بها بنقاط البيع أو التحويل لحسابات أخرى. تم التدقيق في هذه البلاغات ودراسة أسلوب الجريمة ومقارنته بالبلاغات السابقة، كما جرى تكثيف البحث والتحري حول الأماكن التي تكرر حدوث هذه الجرائم فيها وملاحظة أي حالات اشتباه. هلا والله يا عم. هلا هلا. اساعدك اخدمك بشيء. جزاك الله خير، بحاول ان شاء الله على الساعه تيجي ان شاء الله. بضبطها لك انا، لا تخاف. يا اخي حاول لي بس، حاول مره وخلاص، اذا ما صلحت تسويها انت. بسم الله، لا حول ولا قوه. ترى خدامك طال عمرك. جزاك الله خير. بسم الله وراها مات. بسم الله. خلني اسويها لك. كم الرقم السري؟ كم الرقم السري؟ خليه يحاول يا شيخ. خل كم الرقم السري؟ ساعدني جزاك الله خير. اي نعم. دق 5. دقيقة يا عم. وراها ما دقيقة يا عم. تشتغل. دقيقة يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا دقيقة طال، دقيقة. عربي. ايوه بيجيك الرقم السري الحين. دقيقة. كم الرقم السري يا عم؟ 5 5 5 5 8 8 2. ما شاء الله تعرف يا عم، ما شاء الله. والله شوي ها. بسم الله. كم تبي تسحب يا عم؟ 2000 بس. 2000. تشتغل. ابشرك اسحبت يا عم. وهذه فلوسك يا عم. جزاك الله خير. تستاهل طال عمرك. جزاك الله خير. شكرا. اني اعطيك شكراً، صرافتك، الله يطول عمرك. انت شو اسمك؟ جزاك الله خير. شو اسمك؟ اسمي سعد ولد ابو سعد، الله يطول عمرك. حياك الله، جزاك الله خير يا سعد. وهذه صرافتك. الله يسعدك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. مشكور يا عم. السلام عليكم ورحمه الله. يا اخي نفسي اعرف من وين تجيب ذا الافكار. ما يحتاج، كلها من هالراس. فديت هالراس، بس تدري والله ثم والله انك رهيب بمعنى الكلمه. ادري اني رهيب، لكن في مشكلة. مشكله؟ وش مشكلته؟ البطايق هذه وشلون نصرف فيها من غير ما تطلع وجيه هنا في كاميرات الصراف الآلي؟ وليه اصلا هو الصراف في كاميرا؟ يا غبي يا غبي، كل هالعالم وكل هالناس تعرف ان كل صراف في كاميرا. وانا وش عرفني؟ انا والله اللي اعرف، صنعها عندي. من جد شكلها تستهبل ذا الصراف. هلا اخوي، كيف حالك؟ الله يطول عمرك، عساك طيب. يا اخوي سحبت يمكن فوق 10 مرات من هالصرافه ومو راضيه تسحب. تكفى يا لجودي، ابى اعطيك الرقم السري ويمكن تضبط معك. وش اسحب لك يعني؟ تسحب لي مبلغ، الله يطول عمرك. كم تبي المبلغ؟ ابي المبلغ 3000. الله يطول عمرك. كم الرقم السري 7. لم يكتفي الشابان بالوقوع في مستنقع الإجرام، بل تعديا ذلك إلى توريط الأبرياء في أعمالهم،
يختلقان الأكاذيب والحيل حتى لا تلتقط صورهم الكاميرات الخاصة بأجهزة الصراف، وما علموا أن أعينا أخرى تقف لهم بالمرصاد. الله يطول عمرك ويكثر من أمثالك يا رب. نعم. هي تسحب منها مرة كذا. ما هي راضية تسحب، كل مرة أحاول كل مرة أحاول. يا ولد عجزت. خير. بس بيض الله وجهك الذيب، والله ما قصرت. كيف سويت؟ طلعت معك ما شاء الله عليك. بس شكلها خبرة على الخبرة هي. سويت شيء ابوي، خبرة ايش؟ بيض الله وجهك بيض الله وجهك. مشكور الغالي. 3000. 3000. الله يطول عمرك. مشكور مشكور مشكور، كثر الله خيرك. الله يعطيك العافية، ما قصرت. الله يحفظك. صدق اقسم بالله يا اخي العيشه تغيرت. اللي اصرف الحين كنت اصرف 5 سنين قدام. أنا قلت لك دامك معي أمورك راح تكون طيبة. لما قلبك يا ولد. محمد اسكوز مي. اسمع والله ما تحاسب. قل لا اله الا الله. والله ما تحاسب. خلاص حلفت قدامك يا رجال خير واحد. حلفت قبلك أنا خلاص. كم حساب محمد؟ ها؟ 500 50 ريال. يعني 50 ريال. الله يديم الرخص. خذ هذه والباقي ما نبيه. شكرا سيد. الباقي خذه لك. مدير كبير يا سيد. حبيبي كريم. طيب السلام عليكم. هلا كيف حالك اخوي؟ بغيت منك خدمه لو سمحت. تفضل. عندي الوالده في المستشفى ومحتاج 10000 ريال، سحبت قبل شوي 5000 ريال وانت عارف الحد اليومي 5000 ريال. فابغى اخوي يحول لك على حسابك 5000 ريال وتسحب لي اياها اذا ممكن يعني. طيب ماشي. عطني رقم حسابك اذا ما عليك امر. ماشي. وفي صورة أخرى من صور الاحتيال كان الشابان يوقعان بالأبرياء بطريقة ماكرة، مستغلين ما جبل عليه الطيبون من النخوة والإعانة في الشدائد. وحتى يطمئن المستهدف ويأمن، يتصل المحتال بصاحبه المحتال الآخر والذي يقبع عند جهاز صراف آخر ويعطيه رقم حساب المستهدف. 110 ها؟ حول لك 5 الحين يلا. اخ لو هو بالحد الائتماني 5000. ثم يقوم المحتال الآخر على الفور بتحويل مبلغ مالي لحساب المستهدف بواسطة بطاقة مسروقة، فإذا تمت العملية اطمأن المستهدف وسحب للمحتال مبلغا نقديا مساويا للمبلغ المحول له وسلمه للمحتال. تم التحويل. الو الو خلاص تم التحويل. خلصني بسرعه. يلا اوكي. تم التحويل. الله يعطيك العافيه. اسحب لي انا اخوي تكفى. معليش كلفنا عليك الطيب. الله يبارك حياك الله. الله يعطيك العافيه اخوي ما قصرت. الف شكر. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. شكرا لك. اهلا يا باشمهندس، حياك الله طال عمرك. لا ابد بانتظارك وعلى الموعد. انا بانتظارك وعلى الموعد طال عمرك. في امان الله. مع السلامه طال عمرك. منو هذا؟ هذا شخص مهم جدا، مهندس عربي وكان يشتغل مع عصابه برا البلد ولسه جاي طازه. طيب يا ابو طازه وش بيفيدنا فيه؟ مشكلتك غبي وما تفهم. فهمني. راح افهمك. هذا المهندس العبقري
راح يقلب حياتنا وشغلنا كله هندسة. في هندسة. هذا اللي أبيه. يا حياك الله، يا هلا وغلا بالمهندس طارق. أعرفك على صديقي نضال. اهلا وسهلا المهندس طارق. كيفك؟ استريح استريح. تفضل طال عمرك، استريح. اهلا وسهلا. كيف الحال باشمهندس؟ الحمد لله. باش مهندس، أبيك تشرح لهالدلخ وشلون بنشتغل مع بعض. ولا يهمك، الشغله بسيطه، اسمعوا لي منيح. لم يكن نضال مبالغا حينما قال لي أحمد إن هذا الرجل سيقلب الموازين، ولكن كيف؟ شوف يا باشمهندس، هالصرافة أعرفها زين زين، والشغل عليها الناس رايحة جاية، وهالمكان زابن وصاد. لو مثلا طبت علينا الشرطة أو الحكومة نقدر نطلع منها زي سلام عليكم، في كذا مخرج. شوف على زاوية. وش رايك؟ حلو كثير. في الحالة استنى كم ساعة هيك بس تخف الرجل ونيجي نطبق الخطة. انا رايي والله من راي مهندس. اوكي؟ اوكي. انت خليك في الفصفص حقك يا اخوي، بتجيك زايده وراح الفصفص، احنا نخطط وانت تفصفص يخرب عقلك. اوكي يا باشمهندس، اوكي، توكل على الله. اعتمدنا. كانت خطة المهندس الشيطانية تقضي بمراقبة أحد أجهزة الصراف والتي يتردد عليها الناس بكثرة. كانت بالفعل محاولة خطيرة، ولكن سرعان ما باءت بالفشل نظرا لقوة الجانب الأمني واحتياطات الأمان لدى البنوك. واكبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية التطور اللي حاصل في المجال المعلوماتي. طبعا انتشرت وسائل التواصل الحديثة واستغلت في مجال الجريمة، ولكن بدعم حكومتنا الرشيدة متمثلة بمقام وزارة الداخلية ودعم مباشر من سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير محمد في عملية تجهيز العاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، خصوصا فيما يتعلق في مكافحة الجريمة العصرية في مجال فحص الأصوات، فحص الصور. فتم تدريب العاملين على أحدث الأجهزة والتقنيات، كذلك توفرت الأجهزة المحللة والفاحصة اللي تستخدم في عملية الفحوص للصوت وللصور. وش رايك يا باشمهندس؟ كله تمام زي ما توقعت بالضبط. حركة حلوة، مكان حلو، والله زحمة، إضافة إلى أنه الكاميرا جربت وكل الأمور بيرفكت. يا سلام، أنا نفسي أعرف يا دكتور وش هالمخ اللي معك اللي يفكر بهالطريقة العجيبة. بفضل الله تعالى لم يدم الأمر طويلا، فقد اكتشفت الجهات الأمنية مخططات هذه العصابة، وتم إعداد الخطط اللازمة للقبض عليهم متلبسين بجرمهم. با 2 لبا 1. طيب الآن أمام الموقع المرصود الآن الأشخاص داخل الشقة الآن. داخل الشقة الآن المرصودة. تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع السكن العصابة وجمع المعلومات عن جميع تحركات أفراده، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات اللازمة تم تحديد ساعة الصفر ومداهمة العصابة في الموقع والقبض على جميع أفراد العصابة.
قلنا نغير مكاننا احسن. ماني مرتاح والله. ما يحق في هذا. لا تقلقوا، انا عندي شقه لا شرطه ولا غيرها يقدر يوصلها. السلام عليك. من بكره عليها. منين؟ انا سعد ولد ابو سعد، عرفتني وعرفت عائلك؟ اسمي سعد ولد ابو سعد، الله يطول عمرك. حياك الله، جزاك الله خير يا سعد. وهذه صرافتك. الله يسعدك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. مشكور يا عم. السلام عليكم ورحمه الله. كان التدريب للعاملين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية على مستوى الضباط وصف الضباط على أعلى المستويات لمكافحة مثل هذه الجرائم العصرية، خصوصا فيما يتعلق في وسائل الاتصال الحديثة. فهناك تقنيات على مستوى العالم معروفة، التقنية الأمريكية، التقنية الروسية، فولله الحمد عندنا من الخبراء من تحصل على أعلى الشهادات وأعلى الدرجات في على سبيل المثال درجة الدكتوراه في فحص الوثائق التزوير، كذلك عضويات دولية. بعض الزملاء حصل على البورد الأمريكي، بعض الزملاء حصل على عضويات الجمعيات الصوتية الروسية، بل أن أحد الزملاء استطاع أن يترجم أحد البرامج الروسية في فحص الصوتيات إلى اللغة العربية كي يستفاد منها على مستوى دول مجلس التعاون وجميع الدول العربية اللي في نفس منظومة أمن وزارة الداخلية. وبدأت جلسات التحقيق مع أفراد العصابة. فما الذي حدث؟ كيف تطورت معاكم العمليات الإجرامية؟ بعد ما قابلنا الدكتور طارق، هو اللي جاب لنا الجهاز والكاميرا. لم تكن بداية هؤلاء الشباب وأعمالهم الطائشة لتصل إلى درجة كبيرة من الاحترافية في الجريمة، ولكن يبدو أن تعرفهم على المهندس طارق قد فتح لهم آفاقا جديدة في الإجرام، وما علم المساكين أنها الآفاق التي تعجل بوقوعهم. ما شاء الله عليك يا أحمد، ذكي وعندك أفكار جميلة، لكن يا ليت الأفكار هذه ما كانت في الإجرام. على فكرة ترى خويك النضال اعترف بكل شيء وقال لنا كل شيء سويتوه، وانت عارف ان هذا دليل اثبات على ادانتك. لكن تبي الصراحة، انا ودي حنا كنا نسرق الناس عند بوابة البنك، وتطور الوضع وصرنا نسرق بطاقات ونستغلها في سحب فلوس ومبيعات بضائع. حينما كان هؤلاء الشباب يمارسون أعمالهم الدنيئة، لم يدر بخلد أحدهم أن هذا المال الذي ينهبه هو في الواقع عقوبة ووبال على من أخذه بغير حق، طال الزمن أو قصر. لم يكن أحدهم ليستشعر أن هذا المال ربما جمعه ذلك الرجل المسكين قوتا لعياله وأسرته، أو علاجا لمريضه، أو سندا لنوائب الدنيا. فإذا انضم إلى السرقة التحايل على الضعيف وكبير السن، فهي الظلمة فوق الظلمة ونذير العقوبة المشؤومة المعجلة.
ولا تزال الخطوات الآثمة تأخذ بالشابين، لكن عين الأمن كانت بالمرصاد ليسقط المهندس ومن معه في قبضة العدالة. يا باشمهندس، المهندس طارق صح؟ نعم صحيح. حياك الله في بلدك الثاني، البلد اللي فتحت لك ابوابها وخنتها. الخيانة هذه قضية لحال، لكن المشكلة انك تهرب اجهزة من الخارج، وهذه قضية لحال. لكن انا ابي اسمع منك القصة وبالكامل. جريمة التزييف والتزوير بشكل عام في المملكة العربية السعودية ولله الحمد لم تصل لدرجة الجريمة المنظمة لعدة أسباب. طبعا أولا لترابط المجتمع، ثانيا ولله الحمد يعني وإن كان غالبية الأمن في الدول عامة وخصوصا فيما يتعلق في جرائم التزييف والتزوير يستهدف لأنها تتعلق ما يسمى بالأمن الاقتصادي. والأمن الاقتصادي طبعا هو هدف كثير من المجرمين، لأنه هي أسرع طريقة وأسهل طريقة للحصول على المال. هناك ولله الحمد تعاون أمني نتاجه ولله الحمد أمن واستقرار هذه البلد ولله الحمد، ونسأل الله أن الله يتم علينا أمنه وأمانه سنين عديدة مديدة بإذن الله. وفي مختبر الأدلة الجنائية توصل الخبراء إلى عدة أدلة تفيد أن الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة في أجهزة الصراف تشير لأفراد العصابة رغم حرصهم على التخفي والتلثم أثناء تنفيذ الجرائم. في مثل هذه القضايا تقوم الجهات الأمنية بالتنسيق مع البنوك والمصارف من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، سواء في الوقاية في مثل هذه الأنواع من الجرائم وكذلك ضبط الجناه في حالة وقوع الجريمة. وبهذه المناسبة ننصح مستخدمي بطاقات الصراف بأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم طلب المساعدة من أشخاص لا يعرفونهم ولا يثقون بهم، وفي حالة أنه احتاج إلى مساعدة فعليه التوجه لموظف البنك للحصول على المساعدة اللازمة. هكذا مشاهدي الكرام أسدل الستار على هذه القضية بالقبض على العصابة، هذه العصابة التي أكلت أموال الناس وتعدت على أرزاقهم، بل استغلت الضعفاء وكبار السن منهم. رغم سلسلة الجرائم التي قامت بها هذه العصابة وتنوع الأساليب وحرصها على الاختفاء، إلا أن عين الأمن كانت بالمرصاد لتلقى هذه العصابة جزاءها الرادع. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. كلها تكة من حسان وتشوف حسان وش يصير. أنا قايل لك يبا هالوظائف السخيفة ماني بطابها، لو ارجع للسجن ولطع فيه، فهمت؟ جاك العز يا حسان، جاك العز.